هزت برقصتها عروش ملوك وتسببت بقطع رؤوس وزراء وسفراء وناس كتير من اهم السياسيين لحد ما اتقطعت راسها هي شخصيا. اتكلم النهارده عن واحده من اشهر واهم الرقصات في الحرب العالميه، وهي ماتا هاري اللي اتكلم عليها سياسيين كتير، وحياتها ألهمت فنانين ومخرجين ورسامين لدرجة انه اتعمل عليها اكتر من 20 فيلم سينمائي، وقام بدورها ممثلات من اشهر ممثلات هوليود زي جريتا كاربو وممثلات تاني كتير. اتولدت مارجريت غيرترود زيل، وده الاسم الحقيقي لماتا هاري. اتولدت في ليوردن في هولندا. كانت ماتا البنت الكبيرة والوحيدة لعيلة عندها 4 أطفال، وكان أبوها بيشتغل في قطاع البترول وقدر إنه يحقق من شغله ثروة صغيرة، وكانت ماتا هي البنت المفضلة والمدللة عند باباها لدرجة إنه ما كانش بيناديها غير بأميرتي الصغيرة. فالدلع الزايد ليها ده من والدها خلاها تشوف نفسها بزيادة، فهي كانت شايفة إنها دايما محل إعجاب واهتمام كل الناس، وإن كل الناس بتفكر فيها، ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فتيجي سنة 1889 وحياتها تتشقلب رأسا على عقب، فباباها خسر كل فلوسه وطلق مامتها من كتر المشاكل اللي كانت بينهم وساب البيت ومرجعش تاني. وفضلت ماتا عايشة مع مامتها بعد ما باباها ساب البيت لمدة 2 سنين لحد ما أمها ماتت، وراحت ماتا تعيش مع جدها. وبدأت بقى نقطة تحول ماتا ووشها الحقيقي يظهر وهي قاعدة عند جدها. ماتا هاري عملت علاقة مع مدير المدرسة بتاعتها. طبعا دي كانت فضيحة كبيرة ليها، اتسببت في طردها من المدرسة، وعشان تطلع من الفضيحة دي فدفعت عن نفسها، بس جابت مصيبة للراجل وقالت ان هو اللي استدرجها. فبعد كل المصايب والفضايح دي جدها شاف انها لازم تفضل قاعدة في البيت وتتمنع من الخروج نهائيا. بس طبعا الكلام ده ما عجبش ماتا، ففكرت انها لازم وبأي طريقة تخلص من العيشة عند جدها. وبالفعل ماتا بتجيلها الفرصة بالصدفة كده وهي ماسكة الجورنال بتقراه، فلقت اعلان لظابط في الجيش بيدور فيه على عروسة. وايامها اعلانات الجواز دي كانت حاجة عادية جدا ومن اكتر الطرق اللي الناس كانت بتتجوز بيها. فماتا ما صدقت وراحت على طول عرضت نفسها عليه، وكان اسمه رودولف ماكلويد. رودولف ماكلويد اول ما شافها انبهر بيها وبجمالها وكأنه مصدق، وقرر على طول انه هيتجوزها. طبعا بالنسبة لماتا الجواز كان فرصة ليها علشان تهرب من العيشة مع جدها، بس رودولف ماكلويد كان اكبر منها ب 22 سنة، بس هي ما كانتش مهتمة بفرق السن، واتجوزوا بسرعة جدا بعد 3 شهور بس من اول مقابلة بينهم. وزي ما الجواز جاب سرعة المشاكل كمان جت بسرعة. اصل ماتا اكتشفت ان رودولف كان مدمن كحول، وكمان كان عنده مرض مخبيه عنها، وبالرغم من كده خلفت منه ولد وبنت. وماتا راحت مع رودولف لجزيرة جاوا في اندونيسيا اللي هو مكان شغله القديم. اللي زاد الطين بلة بقى هناك ان ماتا اكتشفت ان رودولف بيخونها وعلى علاقة بست تانية. بس اللي شعل الدنيا بينهم قوي بقى ان رودولف حس ان ماتا لفتت نظر زمايله الضباط وانهم معجبين بيها جدا، وخصوصا ان رودولف عارف كويس ان فرق السن بينه وبين ماتا هو فرق سن كبير، فده هيعتبر دافع قوي جدا للخيانة بالنسبة لماتا. وفعلا شكوك جوزها كانت في محلها، وهي كانت بتعمل كده في البداية بهدف الانتقام من جوزها، اللي هو انت عرفت واحدة تانية عليا، انا كمان هعرف زمايلك الضباط عليك. فلما جوزها اتأكد من خيانة ماتا ليه مع زمايله الضباط قعد يضربها ضرب جامد جدا، قامت سايباله البيت ومشت عاشت مع ضابط تاني، وما رجعتش ماتا تاني الا لما ابنها الكبير مات. بس لما رجعت بقى المرة دي بعد موت ابنها الكبير، جوزها كان يئس منها خلاص وعايش معاها زي الاغراب ولا بيعمل لها اي حاجة. فاستغلت بقى ماتا وجودها في اندونيسيا انها تتعلم الرقص الاندونيسي، وكانت معجبة باي حاجة شرقية وخصوصا الرقص. فقررت ماتا انها هتحترف مهنة الرقص، وتيجي سنة 1902 وترجع ماتا من اندونيسيا مع جوزها اللي كان مقرر انه هينفصل عنها نهائي، ده طبعا بسبب سوء سلوكها وانه كان شايف ان ماتا ما تنفعش تكون ام، فمنعها انها تشوف بنتها. وعشان ينتقم اكتر نشر اعلان في الجورنال ان مفيش حد يسلف لماتا فلوس لانها خلاص ما بقتش على ذمته وانه ما بيضمنهاش في اي حاجه. وبعد الحركه دي احوال ماتا الماديه كانت عماله تسوء لحد ما قررت انها تسافر باريس وتشتغل هناك وتكسب من الرقص اللي اتعلمته. وكانت بنت جنيه، فعملت لنفسها دعايه مزيفه وادعت انها رقاصه مشهوره جدا، وقدمت اول حفلاتها في معبد جيمي وغيرت ديكور المكان لمعبد هندونيسي.
الفرنسي. واخترعت متى نوع جديد من الرقص، سمت النوع ده بالرقص المقدس، وقالت ان الرقص بتاعها ده هو جزء من الطقوس الهندوسيه. اصل الرقص ده كان عباره عن مزج غريب جدا بين الرقص الهندي والبوذي والشرقي. وعشان تزود شهرتها، وخصوصا انها كانت فاهمه ومتاكده ان اهم حاجه هي الدعايه، وان كده كده يعني محدش هيدور وراها، فادعت انها بنت راقصه معبد هنديه. الست دي ماتت وهي بتولدها، وانها قضت طفولتها في ادغال جاوا، واللي ساعدها على كذبها اكتر ان ملامحها كانت قريبة فعلا من الهنود، فالناس صدقتها بسهولة. والمعجبين بقوا بيتجمعوا حواليها من مختلف الطوائف الاجتماعية ومختلف الثقافات، وفضلت مستمرة في حفلاتها، واللي أجرت لها مخصوص قصر نوي وخلته مقر لكل حفلاتها الجديدة. في الواقع ان ستايل الرقص بتاعها الغريب ده كان عاجب الفرنسيين جدا، بس متى ما كانتش مهتمة بالرقص الشرقي اصلا، وده اللي هي قالته بنفسها، واعترفت انها ما كانتش بتعرف ترقص، وكان كل رقصها بيعتمد على اللبس المفتوح والعريان، واللي ما كانش منتشر بصورة كبيرة في الوقت ده. فهي استخدمت اللبس ده كوسيلة رخيصة عشان توصل بيها لجمهورها. فتعتبر باريس هي القاعدة الحقيقية لمتى، واللي منها قدرت انها تسافر وتلف لأوروبا كلها، وكونت ثروة حلوة قوي من الرقص، وكانت ناوية تكمل باقي لفتها في أوروبا. بس اللي منعها انها حبت ضابط ألماني، الضابط ده اسمه ألفريد كيبر. فبسبب الحب الجامد قوي ده قررت متى انها هتسيب حياة النجومية والشهرة، وانها خلاص هتكون ليه هو وبس. بس للأسف الوفاء الكبير ده كان من ناحيتها هي بس. اصل ألفريد كيبر سابها بعد سنتين بس، فمتى قررت ساعتها انها هتبدأ تاني من جديد، ورجعت عملت علاقة مع رجل اعمال كبير في قطاع البنوك في فرنسا اسمه كازافييه روسو. وكالعادة ضيعت فلوس الراجل ودمرته، ورجعت متى هاري لنقطة البداية من الاول خالص. وتيجي سنة 1915 ومتى تتعاقد على الرقص لمدة 6 شهور في مسرح المتروبول في برلين. وبعد فترة قصيرة من التعاقد ده بتقوم الحرب العالمية الأولى، فطبعا كل حاجة بتتأثر بما فيها المسرح اللي متى بتشتغل فيه، لأن المسرح طبعا ما قدرش يدفع أجرتها، وده خلى حالتها المادية تسوء من أول وجديد، لدرجة إنها ما قدرتش تدفع أجرة أوضتها دي، حتى ما كانش معاها حق تذكرة السفر اللي تسيب بيها برلين، لغاية ما صعبت على تاجر هولندي وسلفها حق تذكرة القطر لأمستردام. وبتستقر متى في لاهاي في هولندا سنة 1916، وهناك بيزورها القنصل الألماني كرامر اللي كان على علاقة صداقة بيها، وقعد يعاتبها لأنه كان شايف إنها ظلمت نفسها لما دخلت مجال الرقص. بس الحقيقة إن كرامر ما كانش بس القنصل الألماني، لأنه في حقيقته كان عضو في المكتب الثالث التابع للمخابرات الألمانية. وقال لها يا متى انت بوجودك في هولندا هنا ظالمه نفسك، لا انت لازم ترجعي تعيشي في باريس تاني. فاستعجبت من طلبه، بس متى فهمت انه عايزها تشتغل جاسوس وتجمع معلومات عسكريه خاصه بالجيش الفرنسي لصالح المانيا. طبعا في الاول خافت، بس اول ما حط في ايدها 20,000 فرنك سويسري لمت شنطتها وطلعت تجري على باريس، وكان اسمها الحركي H21. ولما دخلت فرنسا دخلت عن طريق بريطانيا، لان الحرب ساعتها كانت شغاله على الحدود بين فرنسا والمانيا. بس في بريطانيا وقبل ما توصل فرنسا ضباط المخابرات الانجليز شكوا فيها وحققوا معاها، لان كان واصل لهم معلومات ان الالمان جندوها. فمتى طبعا انكرت كل حاجه وما قدروش يوصلوا معاها لاي حاجه لانهم ما لقوش معاها اي دليل. بس طبعا المخابرات الانجليزيه ساعتها بالرغم انها ما قدرتش توصل مع متى لاي حاجه، الا انهم بعتوا للمخابرات الفرنسيه وحذروهم وقالوا لهم خلوها يا جماعه تحت عينيكم. وده طبعا لان فرنسا وبريطانيا في الحرب كانوا حلفاء. وبالفعل متى بدات تكون شبكتها الجديده في فرنسا من المعجبين والمحبين، واللي طبعا كان اغلبهم ضباط وناس ليهم علاقه بالجيش الفرنسي. وبدات بالفعل تبعت كل المعلومات اللي بتجمعها للمخابرات الألمانية عن طريق شفرة معقدة متفق عليها. وما كانتش تعرف ان المخابرات الفرنسية بتراقبها، بس برضو المخابرات الفرنسية ما كانش عندها اي دليل ضد متى الا التحذير اللي جالهم من المخابرات البريطانية. عشان كده بيحصل انقسام في الرأي داخل المخابرات الفرنسية. فكان في فريق شايف انهم لازم يقبضوا على متى قبل ما تنقل للمخابرات الألمانية اي معلومة قوية، المعلومة دي ممكن تتسبب في هزيمة فرنسا في الحرب. بس الفريق التاني كان شايف ان القبض على متى بدون اي دليل نهايته هتكون محسومه، وانهم في الاخر هيسيبوه. ولو ده حصل متى هتاخد بالها وهتعرف انها تحت عين المخابرات الفرنسيه، وساعتها مش هيعرفوا يقبضوا عليها تاني ابدا. بس راي الفريق الاول في الاخر هو اللي مشى، ومتى بيتقبض عليها سنه 1916 وبيتم التحقيق معاها بتهمه الجاسوسيه. وطبعا متى انكرت كل التهم ودافعت عن نفسها واكدت ولائها الكبير لفرنسا. لا ومش بس كده، دي قالت لهم كمان انها على اتم استعداد
استعداد انها تشتغل معاهم، وانتهى التحقيق انها قدرت توصل لاتفاق مع المخابرات الفرنسية انها خلاص هتشتغل لصالحهم، وانتهى التحقيق انها وصلت مع المخابرات الفرنسية لاتفاق انها خلاص هتشتغل معاهم في جمع المعلومات السرية عن الألمان، خاصة ان ليها علاقات قوية جدا مع عدد كبير من الضباط الألمان. وكانت أول مهمة ليها هي إن الفرنسيين بعتوها لبلجيكا، وتعرفت هناك على عدد كبير من العملاء اللي بيشتغلوا لصالح فرنسا، وقدمت ليهم خدمات كتير جدا. وقدرت ماتا هاري إنها تنقل عدد كبير من المعلومات السرية الخاصة بألمانيا للفرنسيين، بس بطريقة ما عرفوا الألمان بخيانة ماتا ليهم، وقدروا إنهم يردوا لها الصعصعين. والألمان بعتوا لماتا جوابات مشفرة، بس بشفرة واضحة جدا الفرنسيين كانوا عارفينها كويس، وهم عارفين كويس إن الرسائل دي مش هتوصل لماتا غير لما تعدي على إيد المخابرات الفرنسية الأول. وطبعا هم كده بيقدموا للمخابرات الفرنسية دليل إدانة ماتا اللي كانوا مش عارفين يلاقوه على طبق من ذهب. فبتقبض المخابرات الفرنسية على ماتا هاري للمرة الثانية سنة 1917، وبتتقدم ماتا للمحاكمة بتهمة الجاسوسية، بس المرة دي كانت مختلفة. أصل المرة دي معاهم الدليل، وبينشر جورنال فرنسي شهير خبر اعتقال مارجريت رود اللي هي ماتا هاري بتهمة التجسس لصالح الألمان، واللي كانت صدمة كبيرة للشعب الفرنسي لما عرفوا إنها محبوبتهم ماتا هاري. فاتبعتت ماتا لسجن سان لازار، والكابتن شاردون حقق في قضيتها، والمحكمة اختارت لها المحامي كلوني عشان يدافع عنها. وخلال التحقيقات الإشاعات بدأت تتجدد تاني حوالين مكان ميلادها واسمها الحقيقي، وكانت قضية رأي عام وشغلة بال أوروبا كلها. بس المرة دي ماتا هاري ما قدرتش بأي شكل إنها تقنع فرنسا ببراءتها، وتنتهي المحاكمة بصدور الحكم بإعدامها في 25 يوليو سنة 1917، وماتت بالإعدام رميا بالرصاص. وبعد ما اتعدمت مفيش أي حد اتقدم ولا اهتم إنه ياخد جثتها، فبيتم التبرع بجثتها للمساعدة في الأغراض الطبية، وتم تحنيط راسها واتحطت في متحف علم التشريح في فرنسا. وبقت راس ماتا هاري أشهر من راس نفرتيتي، واللي اتقال بعد كده انها اختفت من المتحف عشان تنتهي وللابد اسطورة التجسس الجنسي ماتا هاري. انا ميدو جبريل، ودي قناتكم ميدوبيديا، وهي دي حلقتنا النهارده. ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش باللايك، بالشير، بالاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة.